بجامعة أم البواقي التي يؤثر ساكنوها وأهلها أن يسموها بكان روبير. وكان روبير هذا جنرال فرنسي الذي أقدم على قطع رئيس المقاوم بوزيان وعلقه على فعود عمود كهرباء مدة 7 أيام ببسكرة. قضية معروفة. إذا المقاومة في الأدب ليست الأدب الكولونيالي. أنا لا أجاري ما كتب من قبل الأقدام السوداء أو الفرنسيين في إطار الرؤية الشاملة للكولونيالية. إنما الأدب الذي ينبغي أن نركز عليه هو أدب المقاومة أو الأدب البديل أو أسميه الأدب المعارض. وبطبيعة الحال المقاومة، أدب المقاومة هو أوسع وأشمل، يشتمل على الأدب المناهض، الأدب المعارض، والأدب المضاد. فأدب المقاومة أشبه بالجنس الأدبي الذي يشتمل الأنواع الأدبية. لذلك ينبغي أن نفصل بين هذه المصطلحات. فالأدب المضاد هو ضمن الأدب المقاوم، وهو حسب تصوري ينقسم إلى قسمين: الأدب المضاد الخارجي والأدب المضاد الداخلي. فالأدب المضاد الداخلي هو ما يتناول ويقف في وجه العادات والتقاليد الزائفة التي تنخر المجتمع في قيمه الإنسانية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك. أما الأدب المعارض الخارجي فهو الذي نقصد به الكتابة حول مآثر الثورة والبطولات والأمجاد التي سجلها وأرخها بإدمائهم الشهداء على مر التاريخ من بداية 1830 إلى 1962. لماذا اخترت زهورونيسي؟ زهورونيسي لأنها عايشت الثورة بكيانها ووجدانها، ومجموعة على الشاطئ الآخر تعد ثاني مجموعة قصصية لها. ثانيا أن هذه المجاميع أو هذه المجموعة القصصية التي تتشكل من 16 قصة تمتد زمنيا من 1950 إلى ما بعد الاستقلال. فأول قصة فيها هي سمية، هذه تدخل ضمن الأدب المضاد الداخلي. وسمية هي تيمنا بأول شهيدة في الإسلام، سمية زوجة عمار بن ياسر. نعم. فطبعا نتيجة أن المجتمع الجزائري يرفض مجيء المولودة أنثى، فسمية استشهدت وعمرها يوم واحد فقط، يعني نتيجة هذه التقاليد الزائفة. وإذا الموءودة سئلت التي ترفض مجيء الأنثى. أعود إلى الأدب المقاوم الآن. في الواقع أن الأدب المقاوم ظهر مع باربرا هانيا من جامعة تكساس، وهي أكاديمية معروفة. هي روجت لهذا المصطلح، لكن المصطلح ثبت في الأدب العربي الحديث أنا أراه بجهود غسان كنفاني من خلال كتابين: المقاومة في الأدب الفلسطيني، وكذلك فلسطين في الأدب المقاوم من 1948 إلى 1968. وهو جدير بأن يذكر في الأدب المقاوم رجال تحت الشمس ومجاميعه القصصية كلها في الأدب المقاوم. ليس هناك أديب أو أتكلم عن قصة قاص عربي تحدث ووظف ما يسمى مظاهر الأدب المقاوم مثل ما وظفه غسان كنفاني واستشهد من أجل توظيفه للأدب المقاوم رحمة الله عليه. طيب، إذا أعود إلى هذه المجموعة. بطبيعة
بطبيعة الحال زهورونيسي هنا حينما تتحدث عن وينبغي أن أنبه إلى نقطة. زهورونيسي في حوار من حواراتها وفي المقدمة الثانية بعد مقدمة ابن الشاطئ قدمت لها لهذه المجموعة تقول: أنا أمج أو أرفض ما يسمى الأدب النسوي، وتراه أنه يعني مصطلح ترفيه ليس غير. لكن هي وظفت في هذه المجموعة قصة خرفية، قصة فاطمة، قصة صمية، قصة الأم التي تلد البنادق وغيرها من فائدة الشخصيات النسائية على مسار هذه المجموعة القصصية سيطرت بالعمق وتجدرت. وزهورونيسي هي لم ترفع السلاح، لكنها بالكلمة هي مجاهدة كبيرة. دون أن أنسى المرحوم عبد الله الكيبي في مجموعته القصصية نفوس ثائرة، وكتبها وهو في مصر، كان يحضر لماجستير تطور الأدب القصصي، وهو كتاب هائل ورائع. هو أرخ للصورة القصصية والمقال القصصي، ووضع القصة الجزائرية القصيرة تاريخا ابتداء من المقال والصورة القصصية إلى القصة الفنية الناضجة في مقامها على أرضية صلبة رحمة الله عليه، إضافة إلى عبد الحميد بن هدوقة في كتاباته القصصية الأولى وبالأخص في رواياته، والطار في بعض نصوصه. لكن الشيء المميز لزهورونيسي أنها لم تمتطي ما يسمى القصة الرمزية أو قصة الحالة أو قصة الأجواء أو قصة المحمولة على المجاز المؤسسة على الجملة المجازية، إنما اعتمدت ووظفت القصة العادية بين قوسين الكلاسيكية. أنا أفضل أن أسميها البنية الهرمية المحافظة. هذا المصطلح اقترحته وهو البنية الهرمية المحافظة، تبدأ بالأجواء مع الشخصيات، الصعود إلى قمة التوتر ثم النزول إلى لحظة الانفراد وهكذا، وهي بنية هرمية. وأضيف أنني استعرت مصطلح ما يسمى العروض القصصي، استعرته من الناقد المغربي حميد الحميداني في كتابه الضخم حول القصة المغربية القصيرة. فإذا كانت القصة يعني القصيدة العربية لها عروض قصصي معروف وهو البحر وما يتبع ذلك والإيقاع الداخلي، فللقصة إيقاع يسمى عروض القصصي. القصص الفنية ذات البنية الهرمية المحافظة أو ذات البنية الهرمية المتحررة تعتمد على عروض قصصي. طيب بالنسبة لي بالنسبة لزهورونيسي تبنت هذه البنية في كل قصصها، وتبنت ما يسمى السرد الخطي لينيار، يعني المباشر. لأن أنا أتصور أن الرواية أو القصة المقاومة التي لا تعتمد المباشرة ولا تتحدث على شخصيات واقعية لا تؤدي وظيفتها كاملة. ولذلك الشخصيات التي نلحظها ونتحسسها في المجموعة القصصية هي من لحم ودم، ليست شخصيات كرتونية، إنما هي شخصيات حقيقية. ولذلك جعلت لبعض القصص ما يسمى الميتانص أو مقدمة النص أو عتبة نص، إهداء لهؤلاء الرموز ولهؤلاء الأبطال. خلاص آية يكفي. إذا شكرا، تحياتي.